آه، اللغة الإنجليزية جميلة طبعا، ولغة العالم. دي اللغة اللي العالم كله بيتكلم بيها وبيتعامل بيها، وبلا شك كلنا نفسنا أولادنا يبقى عندهم أحسن تعليم، بيتكلموا لغات، يعرفوا يخرجوا للعالم، يشتغلوا ويقابلوا أي حد ويتعاملوا معاه. بس لغتنا في بلدنا أهم من أي حاجة، أهم من أي لغة. لازم نتقن اللغة العربية الأول، اللي هي لغة بلدنا، وبعدين نهتم بأي لغة تانية. يعني على قد ما الإنجليزي مهم، على قد ما العربي أهم. كل بلد بتهتم بلغتها الأولى الأول. مش هتلاقي في أي بلد في العالم، العالم الأول المحترم، حد أولاد من البلد دي بيتكلموا إنجليزي قبل ما يتكلموا عربي. مش هلاقيهم بيتكلموا إنجليزي قبل ما يتكلموا سويدي، مش بيتكلموا إنجليزي قبل ما يتكلموا إيطالي، إنجليزي قبل ما يتكلموا أسباني، إنجليزي قبل ما يتكلموا فرنساوي. عندهم انتماء للغة بتاعتهم، ودي حاجة احنا فاقدينها ولازم نهتم بيها. يعني حتى لدرجة انك بتروحي بلاد تلاقي ان الناس بتتكلم لغتهم وما بيعرفوش يتكلموا انجليزي، فبيضطروك ان انت تتكلمي لغتهم او تتصرفي. يعني اللي هو الالمان بيتكلموا الماني، طبعا حاجة زيادة ان هم يتكلموا انجليزي فيساعدوكي، فيبقى في تفاهم لما تسافري بره. لكن هم كأولاد البلد بيهتموا بلغتهم الاول. ففكرة ان احنا في مصر عقدة الخواجة، او ان احنا عندنا اطفالنا لازم يخشوا مدارس لغات، دي حاجة كويسة طبعا ليهم عشان يكتسبوا لغات اخرى، لكن لازم نهتم باللغة العربية. لازم يعرفوا يقروا ويكتبوا عربي. ما ينفعش يكونوا في العربي ضعاف وفي الانجليزي كويسين. فاحنا مبسوطين جدا وفخورين جدا بولادنا هم بيتكلموا انجليزي. والولاد اللي عوجة بقهم دول مش حاجة حلوة على فكرة. ما تفتخ ما تفتخروش بذلك، يعني ان هم بيتكلموا انجليزي بس، مش حاجه نفتخر بيها يعني. لازم نعلمهم عربي كويس في المدرسه، ودين طبعا، سواء ايا كان الدين. بس العربي قرايه وكتابه، عشان لما يكبروا ويشتغلوا في مصر يبقوا بيعرفوا يتكلموا لغتهم. حتى لو بيشتغلوا بره هيبقى حاجه بالنسبه لهم زياد. يعني الناس بره هتبقى ممكن يكونوا محتاجين حتى اللغة العربية بره، هيحتاجوا اللغة دي بره. ف ما تقللوش من اللغة العربية لأولادكم، خليهم يبقى عندهم انتماء للوطن أو انتماء للغتهم الأولى، اللي هي لغة الأم، اللي هي اللغة العربية. الإنجليزي مهم جدا، وخلوا ولادكم يتكلموا إنجليزي وكل حاجة ولغات تانية وفرنساوي وألماني، بس اهتموا بالعربي. ما تسبلوش العربي. مش اللي هو لا مش مشكلة، أصلا ابني في مدارس لغات، فالولاد اللي بتتكلم انت يا حمار يا كلب، دي مش حاجة مش بس ولادي ما بيعرفوش عربي. حاجة لذيذة، وانا اولهم. يعني انا بحاول قد ما اقدر، بس انا عشان كنت عايشة بره فانا غصب عني الانجليزي بتاعي اقوى من العربي اصلا، فبكلمهم بالانجليزي بس بحاول برضو اكلمهم بالعربي. باباهم بيكلموا بالعربي، جدهم وجدتهم بيكلموا بالعربي، في الشارع بينزلوا يتكلموا بالعربي. ف... نهتم بيهم حتى لو احنا العربي بتاعنا مش قوي، نديهم دروس عربي، يكتبوا يقروا يتكلموا. مش كل الكلام انجليزي عربي. انتي اصلك مش عارفه، انتي كلبه. انا عاوزه اقولك ان انتي الحمد لله الحمد لله. الحمد لله ازاي يعني؟ يعني ازاي ابني ما يبقاش عارف ينطق الحاء او الخاء او الظا او الطا او القاف؟ كله كاف وزال وايه، كاف وزال وزه. لا، في عندنا لغتنا ثرية جدا وقوية جدا، ودي حاجة نفتخر بيها. مش كل اللغات، احنا من اصعب اللغات اللي في العالم وفي بلدنا. اسهل حاجة ان احنا نعلم ولادنا لغات بلدنا اللي هي صعبة جدا في العالم كله، نفسهم يتعلموه.
ومش عارفين يتكلموه اصلا، ولا عمرهم ما يعرفوا يتكلموه. احنا هنا بقى كان نتكلموا ونعلم ولادنا يتكلموه. ماشي.